ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. يلا بينا نعمل وصفة النهاردة. جبت الصينية بتاعتي، حطيت فيها بصل متقطع شرايح، وحطيت كمان بطاطس متقطعة بالطول بس تكون تخينة شوية، وكمان جزر وطماطم متقطعة شرايح، وبسلة، وكم فص توم متقطعين شرايح، وحوالي معلقتين من الصلصة. هبدأ احط بقى بابريكا، شوية كزبرة، ريحان مجفف اختياري، بهارات من اللحمة او الفراخ المتوفر عندك، او 7 بهارات، رشة قرفة، كمان فلفل اسمر، واخر حاجة هحطها معايا كمان الملح. وطبعا الملح على حسب الرغبة بتاعتك. هبدأ احط الملح بتاعي، وبعد كده احط حوالي معلقتين من زيت الزيتون او اي مادة دهنية انت تحبيها. اخر حاجة احط عليهم حوالي نص كوباية من المية، وهقلب كده كله مع بعضه. معايا هنا دبابيس الفراخ بتاعتي، هنزل بيهم وهقلبها. وده كان شكل الصينية بعد ما جهزتها. هجيب ورقة من الزبدة زي ما متعودين، بنكرمشها في ايدينا ونحطها تحت الحنفية عشان ما تتحرقش مننا. وهبدأ اغطي الصينية بتاعتي، وهكون مشغلة الفرن على درجة حرارة 220. هيكون متسخن عشان ادخل الصينية بتاعتي. هغطيها بقى بالورق الفويل، وهتخش الفرن بتاعي حوالي، هتخش من ساعة لساعة وربع على حسب درجة حرارة الفرن. وده كان شكلها بعد ما طلعت. مش قادرة اوصف لكم بجد، شكل وطعم وريحة حاجة كده تجنن. لما هتجربوها هتحبوها. الوصفة سهلة وبسيطة، والمكونات تقدري تستخدمي اي خضار متوفر عندك. زي ما انت شايفة كده، هبدأ اقدم الطبق بتاعي. الخضار مستوي كويس جدا ودايب دوب. مش قادرة اوصف لكم الجزر والبطاطس والبسلة. اي ميكس خضار عندك في التلاجة طلعيه واعملي بيه، هتبقى حلوة جدا. زي ما انت شايفة البطاطس دايبة ازاي هي، والخضار كله عامة كان مستوي كويس جدا. وكمان الفراخ دايبة دوب. مش قادرة اوصف لكم بقى طعمها كان عامل ازاي. تقدري طبعا تقدميها مع شوية عيش وسلطة، او تقدميها كمان مع طبق رز. حاجة كده خيال. وكمان الوصفة سهلة وسريعة وما بتاخدش معاكي اي وقت. يلا جربوا الوصفة وهستنى رأيكم.